الزمالك محتاج ان هو يخرج اعاره او يبيع ما لا يقل عن 3 4 لعيبه. تعال اقول لك النهارده اسماء الراحلين عن نادي الزمالك من وجهه نظري اللي يقدر ان احنا نعوض مكانها بلعيبه كويسه جدا. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا كلام في الكوره او هنتكلم في الكوره. معاكم عبد الرحمن. هنتكلم النهارده عن اسماء اللعيبه اللي ممكن ترحل او اللي لازم ترحل عن الزمالك عشان الزمالك يقدر ان هو يعوضهم بلعيبه احسن منهم. ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا يا باشا على طول. وانا قاعد بفكر كده لقيت ان الزمالك جاب لحد دلوقتي 7 صفقات ومخرج قصادها مثلا تعالى في افريج او متوسط من 3 ل 4 لعيبه او 5 لعيبه، فانت بتخرج سواء بيع سواء اعاره. بس لسه في لعيبه لازم تطلع من نادي الزمالك، يعني وجودها ضرر اكتر ما هو نفع. تمام، مع احترامي طبعا اللعيبه دي كلها، اللعيبه دي لعيبه كبيره، بس تعالى نتكلم في اللعيبه دي لو خرجت نقدر ان احنا الزمالك يستفيد منها ازاي. وهكلمك عن صفقه احمد عبد القادر واللي بيحصل بقاله 3 4 ايام بالنسبه لاحمد عبد القادر، بس ده في اخر الفيديو فخليك معايا. تمام، طيب تعالى كده نتكلم. الزمالك عنده كام لعيب في حراسه المرمى؟ الزمالك عنده في حراسه المرمى محمد صبحي، مهدي سليمان، محمد عواد، وجاب محمود، وعنده محمود الشناوي الناشئ. طيب انا من وجهه نظري لو انا هبيع حد، طبعا محمود الشناوي كده كده ده حارس تحت السن او حارس ناشئ يعني او من شباب، فده يعني بيطلع كده فترات مش متثبت في الفريق الاول يعني. بس انا لو في حد ابيعه واستفيد من مكانه او ادخله في صفقه تبادليه هيكون محمد عواد. ليه؟ محمد عواد عنده 33 سنه، سنه كبير. اي نعم مهدي سليمان برضه هو مش صغير، ما هو عنده 38 سنه، بس مهدي سليمان اللي لسه جايبه اكيد مش اللعيب هجيبه من هنا هبيعه من هنا او اطلعه عاره من هنا، يعني ده ما بيحصلش اصلا. تمام، طيب ليه بقول محمد عواد يطلع؟ محمد عواد سنه كبير 33 سنه، لسه تقريبا فاضل في عقده سنتين تقريبا لو انا فاكر صح يعني. هدخله في صفقه تبادليه، والنهارده كان عاوز احمد عيد ان هو يدخله في صفقه، الزمالك كان عاوز احمد عيد الباك اليمين بتاع المصري في صفقه تبادليه، بما ان محمود جاد حارس بيراميدز حارس المصري رايح بيراميدز. ففجاه كده محمد عواد قال لك لا انا مش عاوز اطلع في صفقه تبادليه، لو هتبيعوني بيعوني على طول، اللي هيشتريني يشتريني مره واحده، مش عايز اخش في تبادليه. يا عم ماشي حقك، يعني انا شايف ده حق. تمام، طيب محمد عواد، محمد صبحي سنه صغير 26 سنه، اي نعم عنده اخطاء، بس بحس كده ان محمد صبحي بيجي عليه اوقات لو ركز بس او ادى للكوره 100% تركيز هو هيبقى في حته ثانيه بجد، يعني هيبقى في حته ثانيه والله العظيم. طيب تعال نتكلم في مركز، يبقى احنا كده بالنسبه لي انا محمد عواد يطلع. طيب تعال نتكلم في مركز المساك. عندك حسام عبد المجيد، الونش، صلاح مصدق، احمد حسام وجاله صليبي مش هنحسبه طبعا، عندك محمد اسماعيل، مصطفى الزناري. 5 لعيبه، 5 لعيبه 2 منهم بيلعبوا لو هتلعب ب4 ورا. تمام، لو هتلعب ب3 فانت عندك 2 بره، ف5 لعيبه شايفها يعني كويسه. ولو في لعيب يطلع اعاره مثلا او بيع فهو الاقرب هيكون الزناري بالنسبه لي انا. مصطفى الزناري يطلع يا باشا اعاره، صفقه تبادليه مع لعيب او ايا كان اللي هيحصل. طبعا في الباك الشمال عندك بنتايك، عندك احمد فتوح. يعني اتمنى من الله ان احمد فتوح والله يركز في الكوره شويه، يعني الواحد نفسه يعني، بس اعتقد ان ايام فتوح في الزمالك بقت معدوده يعني من وجهه نظري. طيب تعال في الباك اليمين مفيش غير عمر جابر. تعال بقى في نص الملعب المدافع. انا كده في نص الملعب المدافع اللي هو اللعيب 6 اللي احنا بقى بنقول عليه 6 ده، واكلمك في الجزء الهجومي لعيب 8 او لعيب 10 مثلا. تمام، طيب عندك في نص الملعب تعالى كده نتكلم. اول حاجه دونجا، احمد ربيع الزمالك لسه جايبه النهارده، محمود جهاد، شحاته. عندك 4 لعيبه. انا بالنسبه لي انا الاقربهم للخروج هيبقى نبيل عماد دونجا. انا دونجا بقالي سنه ما بستفدش بيك من بعد ماتش السوبر الافريقي انا مش شايفك يا اسطى، انت ما بتلعبش ب 2 جنيه حرفيا. لو حطينا قمع يا دونجا هيبقى احسن منك، صدقني والله. والكلام ده الواحد لعب كوره وعارف لو اتحط قمع مكان دونجا هيبقى افيد منه، لو جبت عيل ناشئ هيبقى افيد من دونجا، مع احترامي الكامل لشخصك. انا بكلمك ككوره، بنتقد كوره، بتكلم كوره. فدونجا بالنسبه لي انا سنه حاليا دونجا 29 سنه
خلاص انت بتتكلم في اللعيبه اللي انا ذكرتها دي، يعني عندك احمد ربيع 24، جهاد 23، شحاته 24، متوسط اعمار كويس. تمام. تعالى بقى في النص الملعب الهجومي، عندك محمد السيد، عندك احمد حمدي، عبد الله السعيد، سيف جعفر، ناصر ماهر. انا بالنسبه لي سيف جعفر ده انا مش فاهمه بيلعب في النادي ليه لحد دلوقتي. يعني سيف جعفر انا مفيش فايده، انا ما استفدتش منك. يعني بالبلدي كده يا اسطى، انا ما استفدتش من سيف جعفر ده ب 2 جنيه. ما شفتوش، ما شفتلكش. يعني اشوف لك اشهد لك، انا ما شفتلكش لقطه. يعني ما شفتش سيف جعفر ده لقطه، ما عمليش حاجه. ولما طلع ما اعرفش اعاره ولا بيع لبيراميدز، ما اعرفش امتى ده، ما عملش حاجه برضه. ما شفتلكش يا اسطى لقطه. سيف جعفر بالنسبه لي يطلع اعاره بقى، بيع ايا كان. انت فاهمني كده؟ احنا بنتكلم في 3 لعيبه تقريبا. شيكو بنزا على الوينج الشمال، احمد الجفالي وينج شمال، عبد الحميد معالي وينج شمال، ادم كايد، كل اللي انا بقولهم دول وينج شمال. تمام. احمد شريف وينج شمال برضو، ووينج يمين عندك احمد ايشو. طيب انا عندي كام لعيب وينج شمال؟ ادي 1 2 3 4 5، 5 وينج شمال. طبعا في منهم اللي هيتوظف وينج يمين برضو، يعني مش هنقول ان احنا وينج شمال بس، لا، في وينج يمين ووينج شمال. يعني ممكن عبد الحميد معاه ده تلعب بيه مثلا وينج يمين، راجل اشول وعلى عدلته. انت فاهم؟ فالاقرب بالنسبه لي انا، يعني انا مش هقدر اطلع لعيبه زي ديت، ولكن ممكن ايشو ان انا يعني ما شفتلوش برضو. كل الناس بتقول ان ايشو في التدريب ده بيطلع نار. تيجي يا اسطى تلعب ماتش الواد ما فيش، شكرا. بيطلع نار في التدريبات، واعلى معدل لياقه، واعلى مش عارف ايه، واعلى ايه واعلى ايه، وبيلبسوا البتاعه اللي لا مؤاخذه دي بتاعت الصدر حملت. تيجي يابا في الملعب 11 ضد 11 ما فيش، ما بنلقلكش يا عم ايشو. طيب الاسطوره بتاعتنا ناصر منسي، البابا بتاعنا ناصر منسي، اللي جاب لنا البتاع من بق الاسد ناصر منسي. طبعا هو ما كانش اسد ولا حاجه، الاسطوره بتاعتنا ناصر منسي في مركز الهجوم، عمرو ناصر، سيف الجزيري. دي اللعيب ده السكواد بتاع الزمالك لحد دلوقتي. طيب سيف الجزيري لازم يتباع. اللي عمل عقد سيف الجزيري او جدد له بالطريقه دي، ايا كان هو مين، لازم يتحاكم، لازم يتحاسب. حاسبه اللي جدد لسيف الجزيري بالطريقه دي وبالمبلغ ده. سيف الجزيري لازم يطلع بره، لازم يمشي، عشان تقدر ان انت تجيب مكان مهاجم سوبر. عايز تجيب مهاجم سوبر يبقى لازم تمشي سيف الجزيري. سيف الجزيري قسما بالله والله العظيم بقاله سنتين ما بيلعب، ما عمليش اي حاجه في السنتين. عايز واحد يقول لي سيف الجزيري في السنتين الاخيرين دول عمل ايه؟ ايه الماتش اللي انت فاكره لسيف الجزيري؟ بس هات لي ماتش واحد لسيف الجزيري انت فاكره. هو بس الديربي بتاع 2-1 لما جاب الجون ودمتم، شكرا. ولا جاب الجونين تقريبا، انا ما اعرفش جاب ايه. جاب الجونين تاني. من بعدها سيف الجزيري شكرا، ما بيلعبش. سيف الجزيري لو مهاجم ناشئ هيبقى احسن من فسيف الجزيري، زي اللي عمل له العقد بتاعه ده. اللي عمل عقد سيف الجزيري يتفضل يعمل بقى ان هو يمشيه، ورينا هيمشيه ازاي. تمام. طيب تعال نتكلم عن احمد عبد القادر واللي داير بقى له يومين. احمد عبد القادر طلع وقال يا جماعه، لما كتب عنده على الانستجرام ان كل اللي بيتقال ده اشاعه وانا تحت امر النادي وكل الكلام ده. طيب انا ما عنديش مشكله خالص في اللي احمد عبد القادر كتبه او اللي احمد عبد القادر قاله. تمام. طيب ولو انت يا احمد يا عبد القادر عايز تيجي الزمالك، اهلا وسهلا بيك. انت مش عاوز تيجي الزمالك، شكرا جدا ليك. الموضوع بسيط خالص، انا مش بجري وراك. بس رجاء شخصي، يعني ما تكلمش حد تقول له اتكلم او اعمل او بيج او الكلام ده كله. طالما انت بتتكلم في السوشيال ميديا يبقى زي ما بقول لك اسمع مني وما تراجعش ورايا. تمام. طيب ليه انا بقول لك كده؟ لان انت كلمت ناس قريبه عايز تيجي الزمالك، ففاضل لك عقد، في عقدك سنه يا باشا كملها. انت مش عايز تطلع اعارات، وانا كزمالك مش هبعت عقد للاهلي يعني مش هبعت اوفر للاهلي. دي لو انطبقت السما على الارض، انا مش هبعت اوفر للاهلي عشان اجيبك، ولا الاهلي هيبعت لي عرض على فكره ايا كان ايه هو اللاعب. دي استحاله تحصل في الكوره يعني. فبالتالي يا احمد يا عبد القادر، انت يا باشا عاوز تيجي الزمالك، اهلا وسهلا بيك. اتكلم مع النادي، خلص النادي الاهلي، خلص مع الاهلي وتعالى. مش عايز تيجي الزمالك يا باشا، اهلا وسهلا بيك برضو، وعلى راسنا من فوق. الموضوع بسيط، ما فيهوش اي تعقيدات. احمد عبد عايز تيجي الزمالك على راسنا، اهلا وسهلا بيك. مش عاوز، اهلا وسهلا بيك برضو يا صاحبي. فاهمني؟ شكرا جدا شكرا جدا ليكم. بعتذر لكم في اي اطاله، ما تنساش تعمل لنا شير ولايك وسبسكرايب. سلام.